كنا آخر حاجة اتكلمنا فيها الحصة اللي فاتت إن لكل زاوية موجهة قياسان، أحدهما موجب والآخر سالب، بحيث يكون مجموع القيمتين المطلقتين للقياسين يساوي 360 درجة. كنت آخر حاجة عملتها عرضت المثال، قلت لو أنا عندي الزاوية الموجهة، قلت مثلا دي زاوية ألف ب ج، وده الاتجاه من الضلع الابتدائي للضلع النهائي. قلت لو الزاوية دي قياسها ب60 درجة ده قياس موجب، قياس السالب الناحية التانية هيبقى بالشكل ده 300 درجة قياس سالب. هنا ده في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، لكن هنا الاتجاه من الضلع الابتدائي إلى الضلع النهائي في اتجاه عقارب الساعة. كنا آخر حاجة قلناها إن مجموع القيمتين المطلقتين للقياسين يساوي 360 درجة، يعني 60 كقيمة مطلقة زائد 300 قيمة مطلقة، 60 درجة سالب 300 قيمة مطلقة بيساوي 60 زائد 300 تساوي 360 درجة. دي كان آخر حاجة قلناها. تعالوا نشوف كده شوية حاجات كده خفيفة ممكن تجيلنا. مثلا اكمل اختر كده، بيقول لي إذا كان القياس الموجب للزاوية الموجهة يساوي قيمة معينة، القياس السالب لنفس الزاوية يساوي القيمة دي ناقص 360. بمعنى يجي كده يقول لي اكمل، او يجي مثلا كقاعدة او كقانون، ناخدها كقانون الاول. بيقول لي اذا كان القياس الموجب للزاوية الموجهة يساوي قياس الزاوية مثلا، القياس السالب لنفس الزاوية القياس السالب لنفس الزاوية يساوي سيتا او ه ناقص 360 درجة. دي قاعدة، او ه درجة ناقص 360 درجة. طيب دي اول حاجة. رقم اتنين، لو كان عندي القياس السالب، يبقى إذا كان القياس السالب للزاوية الموجهة يساوي سالب سيتا، القياس الموجب لنفس الزاوية، القياس الموجب لنفس الزاوية يساوي سالب سيتا زائد 360 درجة. مثال على الكلام ده، يجي يقول لي القياس الموجب للزاوية الموجهة التي قياسها سالب 120 درجة. مثال يجي كده يقول اكمل القياس الموجب، القياس الموجب للزاوية الموجهة التي قياسها سالب 120 درجة يساوي نقط. هنا عشان اعرف اجيب القياس الموجب زي ما قلت بطرح قيمة الزاوية، هنا سالب 120 بضيف عليها 360 درجة، بضيف عليها 360 درجة، يبقى هتبقى سالب 120 درجة زائد 360 درجة تساوي 240 درجة. لو اخد بالي انا لو جمعت ال 240 زائد ال 120 يدوني 360 درجة. طيب لو جه قال لي اكمل برضو، اكمل قال لي القياس السالب للزاوية الموجهة، القياس السالب للزاوية الموجهة التي قياسها
150 درجة يساوي نقطة. على طول بقول له ال150 درجة اشيل منها 360 درجة، يبقى هيساوي -210 درجة. خد بالك 210 و150 بدون الاشارات خالص تديني 360 درجة. كده يبقى خلصنا الجزئية دي. ندخل لجزئية تاني، الوضع القياسي للزاوية الموجهة. بيقول لي تكون الزاوية الموجهة في الوضع القياسي إذا تحقق شرطان. يبقى تكون الزاوية الموجهة في الوضع القياسي، تكون الزاوية الموجهة في الوضع القياسي إذا تحقق شرطان. إيه هما الشرطان؟ بص كده على الرسمة، أنا كده راسم. بص كده على الرسمة أنا راسم هنا المستوى الإحداثي س شرطة ص شرطة. طبعا كلنا فاكرين المستوى الإحداثي من أيام الإعدادية، خدناه كتير، وخدنا كيف نشوف أي نقطة على المستوى الإحداثي. بيقول لي الشرطين اللي يتحققوا إن الضلع الابتدائي يقع على الجزء الموجب لمحور السينات، ده الضلع الابتدائي. يبقى أول شرط إن الضلع الابتدائي يقع على الجزء الموجب لمحور السينات. طيب تاني شرط رأسها، رقم 2، رأس الزاوية اللي هي النقطة واو اهي، رأسها هو نقطة الأصل لنظام إحداثي متعامد. رأسها هو نقطة الأصل لنظام إحداثي متعامد. يعني الزاوية اللي قدامي دي كده، الضلع الابتدائي يقع على الجزء الموجب لمحور السينات، ده كلام مظبوط. رأسها هنا نقطة الأصل لنظام إحداثي متعامد. كده يبقى زاوية ألف، خد بالك من قراية الزاوية، زاوية ألف واو ب موجهة في الوضع القياسي. يعني أقدر أقول إن زاوية ألف واو ب الموجهة في الوضع القياسي، في الوضع القياسي للزوايا الموجهة. ندخل بعد كده على جزئية جديدة، الزوايا المتكافئة. الزوايا المتكافئة. بص عشان نفهم الجزئية دي أنا هعمل حركة كده بسيطة نفهم بيها الدنيا، بعد كده نشتغل. ايه حكاية الزوايا المتكافئة؟ بص احنا لو رسمنا دي الزاوية بتاعتنا، ده كده المستوى الإحداثي، رسمنا كده المستوى الإحداثي س شرطة ص شرطة، وادي الزاوية بتاعتنا ألف ب ألف واو سوري ألف واو ب. قلنا ألف واو يعني ده كده الضلع الابتدائي، واو ب الضلع النهائي، يعني الزاوية اتجاهها كده، ده كده قياس الزاوية بتاعتنا. طيب تمام أوي. بصوا يا جماعة، احنا عارفين ان مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة. نقطة واو دي لو انا جيت من هنا ولفيت لفة كاملة حواليها ووصلت تاني لحد نفس النقطة، يبقى انا كده لفيت ايه؟ 360 درجة. يبقى انا كده لفيت 360 درجة. يعني لو انا عملت كده بالظبط، جيت من هنا ولفيت لفة كاملة، لفيت ايه؟ 360 درجة، بالاضافة كمان لقيمة الزاوية، بالاضافة كمان لقيمة الزاوية بتاعتي. يعني انا هنا الزاوية بتاعتي اللي هي ألف واو ب
قياسها سيتا زي ما انا عارف. جيت لفيت لفة كاملة، يبقى ضفت على القياس 360 درجة. يبقى انا عندي الزاوية في الشكل ده قياسها زائد 360 درجة. ده كده اسمها دورة كاملة. يعني انا لفيت لفة كاملة ب 360 درجة. نفس الكلام انا ممكن الف لفتين، ممكن اعمل لفتين، ممكن اعمل 3 لفات، 4 لفات، 5 لفات. بس انا عندي هنا الضلع النهائي واو ب، الضلع النهائي واو ب لم يتغير، هو هو. فمهما الف الزاوية دي تساوي، يعني الزاوية قياس زاوية ألف واو ب متفقين إنه سيتا. سيتا زائد 360 درجة هي سيتا، هي سيتا زائد 2 في 360، هي سيتا ناقص 360، هي سيتا ناقص 2 في 360 درجة، سواء إذا كان بالموجب أو إذا كان بالسالب. علشان كده الزوايا المتكافئة كتعريف بيقول لي يقال لعدة زوايا موجهة في الوضع القياسي إنها متكافئة إذا كان لها جميعا نفس الضلع النهائي، نفس الضلع، يعني الضلع النهائي لم يتغير، الضلع النهائي لم يتغير. تعالوا نشوف كده أمثلة والسؤال يجي ازاي في الامتحان، وايه الكلام اللي احنا مش فاهمين منه حاجة ده. تعالى كده مثال. قال لي اوجد زاويتين إحداهما بقياس موجب والأخرى بقياس سالب، مشتركين في الضلع النهائي لكل من: واحد زاوية قياسها 100 درجة، اتنين زاوية قياسها 250 بس سالب 250 درجة. الحل على فكرة الموضوع سهل جدا. بص خد بالك معايا، أنا عايز زاوية بقياس موجب مكافئة للمية. زاوية بقياس موجب، أقول المية زائد 360 درجة يبقى هتساوي 460 درجة. طب لو عايز زاوية بقياس سالب، زاوية بقياس سالب يبقى 100 ناقص 360 درجة يبقى هتساوي سالب 260 درجة. أنا هنا زودت دورة ب 360 درجة، هنا نقصت دورة بسالب 360 درجة. دي رقم واحد. طيب رقم اتنين، السالب 250 درجة. زاوية بقياس موجب، زاوية بقياس موجب، ازود دورة، ادي 250 بالسالب ضيف عليها 360 درجة يبقى هتساوي الزاوية المكافئة للسالب 250 110. جمعت. طيب زاوية بقياس سالب 250 بالسالب، حط عليها بالسالب كمان 360 درجة يبقى هتساوي سالب 610 درجة. وصلت الفكرة؟ مثال كمان جاء كده قال لي عين أصغر قياس موجب لكل من الزوايا الآتية.
مثال آخر: اللي عين أصغر قياس موجب لكل من الزوايا ألف سالب 62 درجة ب سالب 225 درجة تلاتة 530 درجة. سوري، ج 530 درجة. الحل: ألف السالب 62 درجة أنا عايز أخليها ما بين الصفر لحد 360، ما تكونش اقل من صفر، ما تكونش قياس سالب وفي نفس الوقت ما تزيدش عن 360. يبقى هضيف ليها دورة كاملة سالب 62 درجة زائد 360 درجة، يبقى هتساوي 298 درجة. وده كده أصغر قياس موجب يكافئ الزاوية التي قياسها سالب 62 درجة. طب رقم ب سالب 225، أضيف عليها 360 درجة بحيث انها توصل لاكبر من الصفر واقل من 360 درجة، يبقى 135 درجة. ج 530 دي اكبر من ال 360، يبقى اشيل منها 360 درجة، يبقى هتساوي 170 درجة. يبقى اصغر قياس موجب مكافئ للزاوية سالب 62 298، اصغر قياس موجب مكافئ للزاوية سالب 225 هو ال 135، اصغر قياس موجب مكافئ للزاوية 530 درجة هو ال 170 درجة. تمام كده. كده احنا نبقى خدنا جزء كبير في الدرس الأول، ونكمل الحصة القادمة.